واول ما الساعه جت 5:29 عزيزي المشاهد، المدمره ايلات تخش المياه الاقليميه المصريه، فبدا الهجوم الخاطف اللي العدو ما توقعوه، وقام النقيب بحر احمد شاكر بتوجيه الصاروخين اللي كانوا معاه في اتجاه المدمره، فاصابوها وبدا يظهر على الرادارات ان المدمره بدات تصغر وحجمها يصغر، فعرفوا من هنا ان الصاروخين اصابوها في مقتل. وصدر قرار من قاعده بورسعيد بسرعه العوده باللانشيه، واللانش الثاني ما ضربش. ليه؟ لان كده كده المدمره هتغرق. ثانيا اللانش الثاني يبقى معاه الصاروخين في حاله ان لو الهدف معاه اهداف معاديه ثانيه يقدر اللانش الثاني يحمي اللانش الاولاني. ولما المراقبين شافوا ان المدمره لسه طافيه فصدر اوامر للانش الثاني بالعوده وضرب الصاروخين فيه، فضربوا الصاروخين واغرقوه. وهنا في تفصيله صغيره عزيزي المشاهد، وهي ان الرادارات المصريه اظهرت هدفين معاديين، وفي مصادر كتير مصريه بتقول ان عمليه ايلات ما كانتش لوحدها، ده كان مع ايلات المدمره الثانيه اللي كانت مسميه باسم يافو، والاثنين اسقطوا. ولكن المصادر الاسرائيليه بتقول ان هي المدمره ايلات